السلام عليكم، انا احمد صالح واهلا بيكم النهارده في الفيديو الثاني والاخير من فيديوهات مراجعه سنه 5 ابتدائي، واللي هنتكلم فيه عن الجرامر والصوتيات للمنهج كله للسكس يونتس، شرح بالتفصيل ونراجع بالظبط عشان نجيب الفول مارك في المنهج بالنسبه لسنه 5 ابتدائي. Let's get started. alright، اول حاجه هنتكلم عنها النهارده فيما يخص الجرامر البراكتس تايم. اول 3 يونت بيتكلموا عن زمن الماضي البسيط الباست سيمبل. فعندنا في يونت 1 ازاي نسال السؤال بهل في زمن الماضي البسيط. طبعا احنا بنبدا بالماضي البسيط السؤال بديد وبنجيب بعديها الفاعل والفعل في المصدر. يبقى لو بنتكلم عن حاجه في الماضي، لان احنا عارفين ان زمن الماضي البسيط ده بيتكلم عن حاجه حصلت في الماضي وانتهت، وبنحط الفيرب دي او اي دي او اي اي دي. يبقى اي حاجه حصلت في الماضي وانتهت بنقولها في زمن الماضي البسيط مع تحديد الوقت. يعني مثلا بقول انا كلت امبارح، فامبارح دي انا حددت وقت الاكل اللي انا خلصته امبارح. انا ذاكرت الاسبوع اللي فات. فاي حاجه عملناها، اي انشطه عملناها في الماضي وانتهت بنقولها في الماضي البسيط مع تحديد الوقت انتهت امتى. وبنجي نحط الفيرب يا اما دي يا اي اي دي يا اي دي. تمام. فلو عايزين نسال سؤال بقى في الماضي بنبدا السؤال بديد وبعديه الفاعل وبعديه المصدر. زي عايز نسال سؤال هل انت لعبت كوتشينه؟ did you play cards؟ did you play cards؟ وطبعا السؤال بهل اللي هو نبداه بديد بيبقى الاجابه يا اما yes or no، اللي هو السؤال اسمه yes or no question. yes I did or no I didn't. يبقى اول حاجه في يونت 1 بنتكلم عن زمن الماضي البسيط اللي هو عن حاجات حصلت في الماضي وانتهت مع تحديد وقت انتهاها، ونحط الفيرب دي او اي دي او اي اي دي على حسب نهايه الفيرب، ودي الافعال المنتظمه. ولو هنسال سؤال بهل اللي هو yes or no question بنبدا السؤال هل دي اللي هي did ونجيب بعديها الفاعل وبعديها الفعل في المصدر. فمثلا did you play بدانا بديد وجبنا بعدها you الفاعل وبعد كده جبنا الفيرب play في المصدر، والاجابه yes I did or no I didn't. طيب في يونت 2 اتكلمنا عن زمن الماضي البسيط مع الافعال الغير منتظمه، الافعال الشاذه. احنا قلنا الافعال المنتظمه بنضيف لها يا اما دي يا اي دي اي دي. الفعل الغير منتظم بيبقى ليه نهايه مختلفه فدي بنحفظها زي ما هي. الافعال الغير منتظمه بنحفظ التصريف الثاني والثالث كمان لما نتكلم عن زمن المضارع التام او الماضي التام. رايت. عندنا الفيرب drink الماضي بتاعه drank، eat ate، go went، see saw، win won، buy bought. يبقى دي كلها افعال غير منتظمه بعض منها فلازم نحفظها ونحفظ تصريفاتها مع زمن الماضي البسيط. زي for example I won a prize I didn't see a show. I won a prize I didn't see a show. طبعا هنا I didn't see لان احنا عارفين ان بننفي في الماضي بدidn't والمصدر، يبقى السؤال بدid والنفي بديدن، ودايما بنجيب بعد النفي المصدر. يبقى عايز اقول انا كسبت جايزه I won a prize، عايز انفي النفي في زمن الماضي البسيط didn't والمصدر I didn't see a show. طيب يونت 3 اتكلمنا فيها عن ازاي نسال السؤال بأداة الاستفهام او انشطه تمت في الماضي. زي ما قلنا السؤال بهل اللي هو yes or no question بنبدا بديد والفعل والمصدر. كل اللي بنزوده بس في السؤال بأداة الاستفهام بنزود أداة الاستفهام في الاول وبعد كده did والفعل والمصدر. زي مثلا عايز اقول انت عملت ايه؟ what did you do؟ what did he do؟ what did I do؟ انت عملت ايه؟ يعني بسأل عن الحاجات الانشطة اللي انا عملتها في الماضي وخلصت. عايز اقول انت عملت ايه او انت كلت ايه او انت لعبت ايه او انت ذاكرت ايه. اي حاجة اتعملت في الماضي ببدأ الاستفهام على حسب الاداة وبالاخص اداة استفهام what وبعدها did والفعل do. يعني لو أسأل عن أنشطة تمت في الماضي وخلصت what did فاعل do. what did he do؟ he swept the floor. هو ايه؟ نظف او كنس الفلور الارضية. بالنسبة ليونت 4 بنتكلم عن المستقبل باستخدام going to. طبعا going to دي اصلا صيغة مضارع مستمر، طالما فيها ing يبقى ده مضارع مستمر، ولكن going to دي صيغه بتستخدم للتعبير عن المستقبل، الحاجه اللي هنعملها في المستقبل ولكن بتحتاج وقت طويل او تجهيزات وترتيبات. غير will المستقبل القريب، حاجه هنعملها في المستقبل بس قريب بسرعه ومش محتاجه ترتيبات او تجهيزات. ده الفرق بين will في المستقبل حاجه قريب هتحصل مستقبل القريب ومش محتاجه ترتيب او خطط، لكن going to محتاجه ترتيبات وخطط ومحتاجه وقت. زي فور اكزامبل بنبدا بالجمله زي ما احنا عارفين في الانجليزي بالفاعل، بعد كده بنجيب am و is و are
وبعد كده going to والمصدر. عايز اقول مثلا انا رايح اركب تاكسي او هو راح يركب تاكسي. he is going to take a taxi. he is going بدأنا بالفاعل he والفاعل he بياخد معاه الفعل is و going to والمصدر take a taxi. يبقى الفاعل وعلى حسب الفعل بنجيب يا am يا is يا are وبعد كده من going to والمصدر. عايز اقول مثلا انا رايح I'm going to take a taxi. هم they are going to take a taxi. right. طب لو عايز انفي بنفي بنوت زي I'm not is not or not. زي مش احنا عايز اقول احنا مش رايحين نتفرج على فيلم. we aren't going to see a film. we aren't going to see a film. we aren't going to see a film. unit 5 بنتكلم فيها برضو عن going to ولكن بالسؤال بقية الاستفهام what. لو عايز اقول انتوا ماذا ستفعل؟ هتعمل ايه؟ باستخدام آلة الاستفهام وات. ببدأ بالاستفهام وات بجيب بعديها ام واز وار بعد كده بعديهم الفعل بعد كده going to والمصدر. تمام؟ زي مثلا عايز اقول انتوا رايحين تاكلوا ايه؟ what are you going to have؟ بدأنا بوات وجبنا ار على حسب الفاعل اللي عارفين ان الار بتاخد الفاعل يو وبعد كده جبنا جو تو المصدر. هي الفكره كلها الفاعل بنحدده على اساس الفاعل ام واز وار. ام عارفين ان بتاخد الفاعل اي، از بتاخد الفاعل هي وشي وات، ار بتاخد الفاعل وي يو ذي. فهنا بنبدا بوات بعد كده ام واز وار وعلى حسب الام او الاز او الار بنحدد الفاعل لو جمع او مفرد بعد كده جو تو المصدر. يبقى وات ار يو جوينج تو هاف. واخر حاجه في يونت 6 لو هنتكلم عن المستقبل باستخدام will. دي برضو ايه بقولها will والنفي بتاعها want. will او want ونجيب بعدهم المصدر. دايما الافعال الناقصه كلها بيجي بعدها المصدر. الافعال الناقصه بيجي بعدها المصدر. النفي بيجي بعدها المصدر زي don't doesn't didn't won't shouldn't haven't. اي نفي بعد المصدر. والافعال الناقصه اللي زي will would can could shall should may might may كل الافعال الناقصه دي بيجي بعدها المصدر. alright. فلو هنبدا نستخدم المستقبل باستخدام will بنبدا بالفاعل جمله عادي جدا زي جمله ببدا فاعل بعد كده الفاعل will او want في النفي وبالمصدر. انا سوف ازرع الزهور في الربيع او هي she will plant flowers in the spring. she will plant flowers in the spring. هي مش راح تتزحلق على جليد. she won't go skiing. she won't اللي هي ايه will not. she won't go skiing. she won't go skiing. she won't go skiing. تاني بارت عندنا او اخر بارت في المنهج الصوتيات الفونكس تايم. phonics time. يونت 1 عندنا اول حاجه بنتكلم عن الصوتيات الخاصه بالكونسونانتس. consonants الحروف الساكنه. الحروف الساكنه المركبه يعني لو عندنا حرفين ساكنين بيدونا صوت ايه. عندنا اول كلمه فيها صوت ساكن مركب زي اللي تشه اللي هو السي اتش بيدينا صوت اللي تشه. فالسي اتش بتعمل صوت التشه زي كلمه chair 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 chair. تاني صوت عندنا صوت البي والال. احنا اتفقنا ان البي بنعمل صوت الب ب والال بنعمل صوت ال فاقولها بلان 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 يعني طياره بلان. طبعا البي بنطلع في الهواء ال بنفخمها بيل بيل بلان بلان. تاني حاجه صوت البي والار بر بر الار براد وطبعا الار بنضم فيها. الار لو اول حرف او تاني حرف بنضمها. حرف الار في اول الكلمه او تاني حرف بنضم فنقولها براد براد براد. وطبعا في فرق بين البي والب. البي والب الب بنطلع صوت الهواء في البي التقيله والب بنقولها عادي جدا في براد براد. بعد كده صوت الدي والار قلنا قبل كده ان الدي والار مع بعض بنعمل بينهم صوت اللي جه جه. بنحط بين الدي والار جه جه زي جيم معطشه فنقولها جر 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 درينك درام درام اللي هي طبلة درام ما اسمهاش درام. بحط بين الدي والار صوت اللي جه بقولها درام درام درام. عندنا صوت الاس والال سيل 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 سلايد سلايد. ما بقولش اس سلايد. لو الكلمه بادئه بحرف الاس ما بقولش اس بقولها س بقول سلايد سلايد. ناخد بالنا ان كتير ده خطأ خطير بنغلط فيه كتير جدا. لو الكلمه بادئه بحرف الاس بقولها اس لا بقولها ببدا اقول سلايد
slide slide. عندنا مثلا زي الصوت الاس والان سن زي ما بقولهاش سنيز اللي هو يعطس سنيز 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 سنيز. الاس والام سمايل سمايل سمايل. ما بقولش بقى اسمايل، لا اقول سمايل سمايل. عندنا سبي الاس والبي سب 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 سبون سبون. لازم نوضح صوت الب نضغط ونطلع صوت الهواء. سبون سبون اللي هي معلقه. عندنا صوت التي اتش في بيدينا صوت الذ ونطلع لساننا. يبقى صوت حرف التي اتش لازم نطلع لساننا سواء ث او ذ. زي مثلا ايه ثانك يو ثانك يو بطلع صوت الث واطلع لساني. او الذ زي mother ما اسمهاش mother 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 one shot كده. في فرق بين father هنا مقطعين father لكن mother mother مقطع واحد. ونطلع لساننا في التي اتش. واخر حاجه البي والار بي والار هنا بنطلع بنضغط الهواء ب ب والار present 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 present. بالنسبه ليونت 2 عندنا النهايه الفعل اللي في الماضي اللي بينتهي بالاي دي لصوتين. صوت الته الدي الاي دي بننطقها ته والاي دي بننطقها ده. عندنا مثلا زي كلمه يخبز باكت باكت. هنا الاي دي نطقناها ته لان قبليها كاي. رايت. بالنسبه ليونت 2 هنتكلم فيها عن الفعل في الماضي المنتهي باي دي. الصوت بتاع الاي دي صوت الاي دي ليه صوتين يا اما بيتنطق ته او ده. يبقى الفيرب في الماضي لو منتهي باي دي الاي دي لها نطقين يا اما الاي دي بننطقها ته او ده. ده على حسب الحرف الاخير اللي قبل الاي دي. لو الحرف الاخير اللي قبل الاي دي مثلا زي كلمه فعل باكت 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 هنا قلناها باكت مش باك لان قبل الاي دي حرف الكاي وحرف الكاي ده من الحروف الساكنه. فحرف الكاي ده هننطقه ته باكت. عندنا زي chopped chopped chopped. ده على حسب الحرف اللي قبل الاي دي كان صوت حرف البي فقلناها chopped زي stopped. واخر حاجه kissed 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 اللي هو يبوس يعني. بعدين picked يعني يخبز chopped يعني يقطع kissed يعني يقبل. فعندنا النهايات دي بنطقها ته. الناحية التانية عندنا الفيرب زي called هنا نطقنا ده called ده called أو cleaned أو played called clean أو played. هنا على حسب برضو الحرف اللي قبل الاي دي. يونت 3 بنتكلم برضو عن صوت الاي دي في الأفعال الماضي المنتهي بالاي دي. وهنا بنطقها اد زي ايه الفعل لو منتهي بتي او بدي. يعني الفعل لو لقيناه منتهي بتي او بدي وهنضيف له اي دي بننطق الاي دي اد. زي ايه dusted الفيرب الاصلي dust منتهي بالتي فضفنا له الاي دي فبقى dusted. عندنا greeted منتهي بتي برضو greeted. عندنا invited هنا منتهي بدي فالفيرب لو منتهي بتي او بدي وهنضيف له اي دي في الماضي هننطق الاي دي كانها اد. الناحيه الثانيه عندها weeded عندنا planted wedded. فكل الافعال دي منتهيه باي دي بس قبل الاي دي الفعل الاصلي اخره دي او تي فبننطقها اد. بالنسبه ليونت 4 عندنا صوت ال اي ودي مهمه جدا 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 ومن اهم الاصوات اللي بتخلينا ننطق صح. لو الكلمه منتهيه ب اي لازم نضم فيها. بنضم في ال اي زي عندنا مثلا زي ايه بيدل ما اسمهاش بيتل دول ضمنا ال والاي بيدل. عندنا حاجه يعني ايه بايسكل مش بايسكل كول بايسكل. عندنا بعد كده زجاجه يعني بادل وطبعا التي بنحولها لده طالما بعدها ال فقلناها بادل ما قلناهاش بوتل بادل. عندنا هنا عم يعني ايه انكل مفيش حاجه اسمها انكل خالص. فناخد بالنا ان اي كلمه تنتهي بالال اي بنضم ال اي زي تفاحه كده ابل ما اسمهاش ابل
ankle. شمع يعني candle candle candle. آخر حاجة paddle paddle paddle. بعد كده ال ER sound في يونت 5. طبعا ال ER صوت ال الار بتدينا صوت ال مهمه جدا اللي بتميز الامريكان اكسنت. النطق الامريكي واللهجه الامريكيه اهم حاجه فيها صوت ال لان في البريطاني في الاخر الكلمه اللي بتنتهي باي ار ما بننطقش الار. ففي النطق الامريكي حاجه وفي النطق البريطاني حاجه. خلينا ننطق بالنطقين. عندنا اول حاجه هننطق الكلمات بالامريكان. عندنا اسمها ايه؟ بلاستر بلاستر بلاستر. هنا بالامريكان صوت الار لكن بريش بلاستا ما بننطقش الار بنعمل صوت بلاستا بلاستا. عندنا بعد كده زبده يعني ايه؟ butter 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 butter. هنا عملنا صوت الار والتي حولناها لده عشان بين حرفين متحركين اليو والاي فقلناها butter butter. بالبريش اسمها باتا باتا باتا. عندنا العشاء يعني dinner dinner dinner. بالبريتش بنطقها دينا دينا دينا. lobster 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 بالامريكان لكن عندنا بالبريتش اسمها lobster lobster lobster. يعني mother 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 بالبريتش اسمها mother mother mother. واخر حاجه فهد tiger 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 لكن بالبريش تايجا تايجا. فصوت الار مختلف تماما بالامريكان والبريتش. ما فيش حاجه اسمها بلاستر ولا باتر ولا دينر ولا لوبستر ولا مازر ولا تايجر. حاجه يونت 6 اللي عندها الاصوات اللي هي الاي ال او الاي دبليو او الاي يو ده بالصوت الاو. وطبعا ده بالبريطاني. الامريكي بنفتح البريطاني هنقول الاتنين برضو. عندنا الخريف بنقولها فال فال بالبريش بنقولها فول يبقى بنضم الاي ال مضمومه لكن بالامريكان مفتوحه فال فول بالبريتش. فال اللي هو فصل الخريف فتحنا في الامريكان فال ضمينا في البريتش فول. بعد كده عندنا اي ال ساعات بتيجي ال سايلنت. ال بتيجي سايلنت لو قبلها اي وبعدها كي زي مثلا ايه يتحدث زي توك او توك. هنا بالامريكان فتحنا قلناها ايه توك. البريتش ضمينا توك يبقى الامريكان فتحنا توك البريتش ضمينا توك توك توك. توك بالامريكان مفتوحه توك بالبريتش مضمومه. تاني حاجه عندنا الاو يو برضو بالامريكان مفتوحه والبريتش مضمومه فهنقولها لاندري لاندري لا لاندري لاندري لكن البريتش لاندري لاندري لاندري. طيب عندنا كده saucer 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 بقى بالامريكان فتحنا saucer saucer بالبريتش صوصة 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 ضمينا وما نطقناش الار في الاخر. لكن بالامريكان قلنا saucer saucer لكن يبقى فتحنا ونطقنا صوت الار بالامريكان. لكن في البريطاني ضمينا وما نطقناش الار صوصة. Thank you so much for watching this video. اتمنى يا رب يكون الفيديو الثاني والاخير من مراجعه المنهج لسنه 5 ابتدائي لل6 يونتس واضحين وعرفنا القواعد والصوتيات في المنهج كله. نذاكر كويس ونستعد للامتحان عشان نجيب الفول مارك. اشوفكم على خير ان شاء الله مع باقي الفيديوهات والمراجعات لباقي المناهج والمراحل. واتمنى يا رب يكون الفيديو مفيد. طبعا لو مفيد او عندنا حد في 5 نقدر نشيره ونستفيد عشان نفيد بعض. Thank you so much. السلام عليكم.